الدين، حتى أعرف العبادة، حتى أعرف كيف أعبد ربي بصورة صحيحة وبنظام. لأنه أنا كنت أسأل دوما ربي في هذه فترة 3 سنوات عند زوجي، ولا إلهي ربي أريد أعبدك بنظام، أريد دين يعني يكون مضبوط وأحس أنه أنا عبدتك صحيح. فشعرت أنه هذا لما قرأت القرآن بالتفسير شعرت أنه هذا القرآن هو الصحيح. ليش؟ لأنه كنت بالفطرة أطبقه، ما كنت أعرف القرآن وأنا كنت أمشي خلال 20 سنة في حياتي عليه. يعني لا وحدت الله، لم أشرك، وهواية أمور كانت موجودة يعني تصير بس أنا ما أسويها. يعني شفتها موجودة بالقرآن، أنا كنت ما أسويها وما أحبها أصلا، لكنه شفتها مكتوبة بالقرآن، أنه القرآن موجه للناس وللبشر، أنه هذه الدائرة رب العالمين أن تسير فيها لا تخرج عنها. لما جيت بحثت بالقرآن وما افتهمت بعض الآيات، ذهبت للكتب، قرأت من الكتب، وجدت الإسلام على 5 مذاهب. هنا صارت عندي وقفة أنه 5 مذاهب، أين الصحيح؟ أين الحقيقة؟ أنا أريد أن أعبد الله بصورة صحيحة وبنظام صحيح، فأين الصحيح بالخمسة؟ فبقيت أقرأ وأقرأ وأقرأ خلال 10 سنوات من حياتي مع أطفالي، مع التربية، مع البيت، موظفة ومسؤوليات. خلال 10 سنوات كنت أدرس وحدي، ما ممكن أطلع أروح مكان أدرس، لأنه زوجي يعني أنا محكومة إلى زوج، فمو بكيفي، ما عندي حرية، يعني هذا الشيء ملتزمة وياه حسب الإسلام. فلما بحثت شفت أنه تعبت، رحت إلى رجال الدين أهل العامة أسألهم يجاوبوني عن آيات معينة. أهل الشيعة، شيعة علي أبو الحسن عليه السلام، كانوا يشرحوا لي. فشفت أنه كفة الشيعة يعني أثقل، لكنه بعدني أريد إثباتات قوية جدا ما كنت أحصل عليه. مثلا أشهد أن عليا ولي الله، كان مختلفين الكثير. يعني أنا أريد بثقة أنه أشهد أن علي ولي الله، ما كنت أشوف الثقة يعني من الآخرين أو من الكتب أو من، يعني أنا مو فقيهة بس قرأت بعض الكتب الصحيحة. صلاة على التربة، الصلوات ال5 صارت 3. أريد عبادتي هذه صحيحة. بكيت وسجدت لله بعد 10 سنوات، سجدت لله على الأرض وبكيت كالطفل. إلهي ربي هديتني من النصرانية إلى الإسلام بدون أن أعرف، أمر منك، الآن أريدك تهديني إلى المذهب الصحيح، لقد عجزت. والله بعد يومين صار خميس على جمعة، خميس على جمعة كان الله سبحانه وتعالى يشوفني منامات مريحة جدا، تريحني من الأسبوع أو من الأسابيع اللي أعاني منها من الآلام، من الوحدة، لأنه أنا وحيدة، ما عندي أهل، ما عندي من تربية الأطفال، من معاناة، من البلاء الذي يبتلي رب العالمين، يبتلي الإنسان المؤمن، لازم يبتلي ليمتحنه، وابتلاني ببلوى مرافقة لحياتي كلها. فكنت أرتاح ليلة الجمعة، وإلا أشوف كأني جاية في صحراء أمشي، وإلا من بعيد أرى رجال جالسين جلسة التربيع هاي على الرمل على الأرض، صف واحد، الواحد يم الآخر، إلى الأفق لا ينتهون. فلما شفت هؤلاء الرجال بهالعدد
فطبعا من طبعي وطبع المرأة المسلمة، يعني من نشوف مجموعة من الرجال في حياتنا الطبيعية، يعني طبع أنه تصير تبتعد عن هذا الطريق، ما تغير مسارها شوية، تبتعد، ما تضرهم. فأنا جاي أريد أبتعد عن الرجال، وكنت هم لابسة هاي العباءة. أنا كنت لابسة حجاب عادي، ما ألبس العباءة، ولكن مناماتي كلها هذه العباءة. فإيش لا أروح هالشكل من هالطريق، وإلا صوت يهمس، نفس الصوت اللي أمرني بالإسلام، نفس الصوت أعرفه. قال هؤلاء أنبياء الله كلهم أمامك. فلما قال أنبياء الله أقشعر جسمي، خشوع، رجفة، وقفت ما تحركت. صار المسافة بيني وبينهم، يعني وانا كنت أمشي ووقفت 3 مترات تقريبا، ولا أبو عم أمامي كان يقول هذا رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام وآل بيته. طبعا يهمس في أذني، لكنه ترك أكو واحد بعد، يعني يم النبي بصف النبي، نفس هيئة النبي، قاعد بصفه كتفه بكتفه هالشكل، ما قال هذا نبي، قال هذا على رسول الله. عافه هو الإمام علي عليه السلام قاعد، فقال هذا رسول الله محمد. يعني قال لي أنبياء الله. والله وجدت علي جالسا كمنزله جلسة الأنبياء، ولكنه مو نبي. قال رب حسب ما قريت بعدين بالإسلام أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا علي مني كمنزلة هارون من موسى، ولكن لا نبي بعدي. والله شفتها بعيني، أنه جالس بصف النبي وقعدت الأنبياء، بس الملك قال لي هذا رسول الله، ما قال على الإمام شيء. فأنا بوعت تمتعت بيه بملابسه، ولا عيني تتحول على الثاني، هذا عيسى بن مريم، ملابسه وهيئته وشكله غير شكل، هذا موسى كليم الله والعصا مالته واللباس وإلا قطع الصوت. الموضوع انتهى إلى الآن، أولي العزم، الموضوع الإمام علي انتهى إلى حد موسى، ووعد كثير من الأنبياء. التفتت قلت لعد هذا منو اللي قاعد؟ ما قلت منو. كان يقول أنا علي، وأنا بعد النبي ونسلي، وماكو واحد بعدي. أنا رأسا تيقنت أنه سؤالي لرب العالمين أقول أشهد أن عليا ولي الله، لو أخذت خط مستقيم منا إلى حد النبي والإمام علي ينزل بين الكتفين، لا ينزل، يعني أنا واقفة أمام الاثنين. يعني الدين هذا يمثل الرسول عليه الصلاة والسلام وآل بيته وعلي عليه الصلاة والسلام. فافتهمت من قعدت أنه الدين الصحيح هو هذا. ومضة نور تحرتها، فامتلأ قلبها نورا حتى استبصر بالهدى، وصار تبعا لرضوان الله، فلا يسكن ولا يروى شوقا إلى بارئها إلا أن تقصد زيارة أحب الخلق إليه، فتقتبس المزيد من نور العشق الإلهي بزيارة العترة الطاهرة، وتتراءى لها كلمات الله فيهم، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وقوله عز وجل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ولسان حالها يقول هل وفيت يا قرب النبي، هل وفيت يا عترة الرسول. قعدت الصبح ومشيت في هذا الطريق. المذهب الجعفري هو الصحيح، مع انه انا عندي اثباتات، كنت اقرا واعرف انه الاربع مذاهب هم طلبة الامام الصادق، لكنه اريد ثبات، اريد اثبات، ما اريد اكون هذا، وهذا هو الاثبات.
فلما يعني شرحت هذا المنام وهذه الرؤية إلى رجال الدين وإلى الأهل العامة وإلى الشيعة، طبعا الشيعة ما تقبل غلط، هم بالكفة الصحيحة، لكن أهل العامة كانوا يعجزون، قالوا إلى الآن إلى هنا إحنا نقف معك، هذه الرسالة لك وإحنا نقف معك. هل هذا المنام هو من الشيطان؟ قالوا لا، لأنه متفقين كل المسلمين بأنه الرؤيا فيها رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام وآله لا يدخل الشيطان فيها، فإذا هي رؤيا صحيحة. تمسكت بأهل البيت، قرأت الكثير، تألمت على حزنهم، تألمت على مصائبهم، بلوتي التي معي تهون وأتحملها وأصبر عليها وأقول هذه مثل أيوب، هذه دودة أيوب يرفعه ويقول كلي مما رزقك الله، فأنا أقول لبلوتي أنت معي وأنا أتحملك. لما شفت مصائب فاطمة الزهراء عليه السلام والسيدة زينب عليه السلام والحسين عليه السلام، صار ارتباط قوي متين بيني وبين أهل البيت.